السلام عليكم. اليوم باش نحكيو على اللي صار هكا من فيسع ما بين الترجي الرياضي التونسي والزمالك اخر ماتش. كيف باش نحكيو شويه زاده على حظوظ الترجي الرياضي التونسي وكيفاش نشوفوا الوضعيه الحاليه نتاع الترجي، وهل هو فعلا فريق قادر ينافس على دوري ابطال افريقيا العام هذايا. كيف زاده نحكيو اهم نقاط قوة الترجي، اهم نقاط ضعف الترجي الرياضي التونسي. دونك كان شفت الفيديو هذايا وكانك سورتو تونسي ما تنساش باش تعمل لايك سبسكرايب وشغل جرس التنبيهات، ويلا ندخلوا بار ديتاي. تابعونا لاخر فيديو. به نعملوا ريكاب صغير هكا على اللي صار في مباراة الزمالك. كي تشوف المقابلة انت كإنسان كسوا مكشخ ولا كلوبيستي ولا ساحلي ولا اللي هو، كي تشوف الزوز فرق، وضعية الترجي التونسي وضعية الزمالك، وحدك باش تكون ماشح اكثر الترجي باش تفوز بالمقابلة هذه والا على الاقل اكس. نظرا لوضعية الزمالك حاليا اللي تعيش في موسم كارثي، رغم اللي الانترنور نتاعها انترنور كبير، لكن الزمالك تقدم في مستويات سيئة جدا في الفترة الأخيرة. كيف زاد الترجي الرياضي التونسي في آخر فترة بدا ياخذ في النسق لاعبين، برشا لاعبين، حمد الهوني، بدري، بن رمضان، شعليلي، دفاع زاد كي نحكيو على توغاي، كلهم في التوب فورم نتاعهم. دونك لهنا الترجي الرياضي التونسي هو اللي كان مرشح باش يفوز بالمقابله هذه. نجيو نحكيو على المقابله شويه واللي صار. بالنسبه لي في كرة القدم، يعني في الكوره اون جينيرال، يعني كل ديتاي راهو ينجم يهزك البعيد. يعني نتذكر هكا شويه، تو ما عنديش حاجات في مخي، مين نتذكروا مثلا ريال مدريد كي هزت تشامبيونز ليغ 2014، كورنير في اخر ثانيه سيرجيو راموس خلى، رغم اللي اتلتيكو مدريد دومينيت على الماتش كامل. يعني ديتاي صغير هذا اللي ما تنجمش تقرا حتى حسابه، فوت ماركاج كورنير اللي هو ديتاي صغير عمل ديفيرونس، خلى ريال مدريد تفوز بلقب ما كانش مستحق على طيلة 90 دقيقة، لكن بعد وقتها في البرولونغاسيون حاجة أخرى. دونك اللي حبيت نحكي انه فما برسمي برشا عوامل يخليوك اللي معناها تقرا لي ديتاي الكل نتاع كل ماتش وتنجم توصل بيهم لبعيد. نحب نركز من الاول على حكايه اللي اكبر غلطه شفتها في المقابله هذه، حكايه لي ديكلاراسيون من الاول نتاع نبيل معلول اللي تيرا خايب. يعني هو كاونترنور يعرف انه تيرا ما فيهش كوره، ما يلعبش كوره. باهي، بعد تجي في المقابله انت تختار باش تبني كره من تالي باش تطيح، الوغ كو انت ما عندكش سيرجيو راموس. حتى سيرجيو راموس كي تجيبو تيران محفر كيما كيك ما نجمش يبني لك كره وباش يغلط. كيف وسط ميدان زاد كوليبالي رزين، معناها ما نجمش كلي رابيدمون باش يشد الكره ويدور مرتاح ويلوج على ويحل عينيه ويهز راسه ويلوج على الاسباس ويشوف شكون طلب له وشكون ما طلبلوش. دونك لهنا اول غلطه عملها الترجي الرياضي التونسي، انه العامل هذايا نتاع الميدان ما تعاملش معاه بشكل مثالي، على خاطر كان لازم نبيل معلول يلتجئ برشا للجي ديريكت اللي هما برشا كرة عالية، وانت لهنا مهبط بن حمودة في الاتاك. يعني والله من الاول يا جماعة كي شفت بن حمودة اتاكون سي بون، حتى هبطت على الباج نتاعي، يعني حكيت سي بون بن حمودة اتاكون واضح لعب ترجي باش سكر بلوك باش يمشي برشا جو ديريكت على بن حمودة. هوني وبدري يدخلوا برشا على بن حمودة، معناها يقربوا برشا بن حمودة غايلين باش يكون عنده لي رول نتاع الترانسفيرسال نتاع الكرة اللي يعطيهم على جنب رابيد باش يسرع بهم اكثر اللعبة، يتفادى كيك الضغط وسط ميدان الزمالك. ما عاد تجي للمقابلة تشوف نبيل معلول يختار باش يلعب كرة من تالي في تراكي من كيك. أول ربع ساعة الترجي التونسي الزمالك يضغط، يضغط عليه، يفك له زوز كورة يمشي ويختار البونتو الأولي يتسجل بعد 15 مينوت. باقي الترجي التونسي نبيل معلول يخير باش يشد كرة لوطة ويبني من تالي. وراهو هي لعب يمكن لعبت فيها بالغلط. راهو يعني مش كي ندور كورة يعني باش نكون خير ولا باش نشد كورة، معناها قبل مورينو يقول لهم معناها ليكيبات اللي يلعب ضدهم كي يربحوا مورينو معناها برا روح باهي الكورة للدار، فهمت؟ انا روحت بالتوا بوان وانت برا روح على روحك، برا على روحك معناها روح بالكورة في الدار. يعني لهنا تعامل ذكي. زاد نعطيو اكزامبل اخر، يمكن تخيل انت تكون في تيران مبلول في برشا ثلج امطار معناها تيران واحد، يعني لهنا كان منصوح زاد وذين الناس كل نعرفها انه اللاعبين يهبطوا يلعبوا
بكرامبونات اللي تكون فيهم حديد الواحد، ماهوش الكرامبونات العاديين اللي نعرفوهم الناس الكل. علاش؟ خاطر الحديد يشد برشا في الواحد ويولي ما يزلقش برشا. يعني هذوما دي ديتال لازم كاونترونور تقرا حسابك. كيف ستاف تكنيك الكل، احنا كي نحكيو على اونترونور غلط رانا نحكيو على ستاف تكنيك الكل، خاطر هما اللي يتحملوا مسؤوليه الكل مع بعضهم. مش معنى الانترونور وقت اللي هو يعمل حاجه باهيه نعطيه حقه، وقت اللي ما يعملش حاجه باهيه ما نعطيوش. ما علينا. يعني هذه كانت ديتاي الاولانيه اللي عملت برشا ديفيرونس في الماتش. بعد ما نش باش نعاودوا نحكيو ميطون ثاني ترجي صلح نبيل معلول كيف عاود غلط في السبعين. تخريجة الشعلالي اللي كان هو الوحيد اللي نجم يعاونك دفاع وهجوم واللي وصل لك في كورة القدام، والدليل انه الهدف يعني جاء منه هو اسيست ممتاز في ظهر الدفاع بن عياد وعدل ترجي. يعني لهنا جست ريكاب على اللي صار في مقابلة الزمالك اللي انهزم فيها ترجي 3-1. توا نجيو نحكيو شوية اسكو الترجي الرياضي التونسي، اسكو معناها هذا المستوى الحقيقي نتاع الترجي الرياضي التونسي اللي شفناه امام الزمالك. الناس اليوم ولات على مواقع التواصل الاجتماعي، جماهير الترجي خصيصا في الباجات نتاعهم وفي الجروبات وكل شيء، يعني ولات الناس الكل متشائمة. نبيل معلول ما نجموش نوصلوا لبعيد معاه، ماهوش لاعب هذايا ينجم يوصل الترجي التونسي باش يهز دوري ابطال افريقيا. اللي فما عندك معناها فرق كيما اهلي مصر، كيما نحكيو على رجاء اللي في الفورما تو مع المنظر الكبير. كيف الوداد ينجم يعمل حاجه ولو انه تراجع المردود نتاعو، لكن جابوا انطونور تحفون برشا. كيف عندك زاد السان داونز اللي هي من اقوى جمعيات تو. العباد كيما حكينا لنا تتساءل اسكو الترجي الرياضي التونسي قادر باش يوصل لبعيد في النسخه هذه؟ قادر الترجي الرياضي التونسي، اسكو مازال عنده الوقت؟ مازال عنده الوقت. يعني لهنا كي تقارن مثلا رجاء بالترجي، الاهلي بالترجي، يعني الاهلي المصري ما عندهش لاعبين ميسي ولا رونالدو باش يجي يلعب، عندها عبد القادر. عبد القادر اوكي ملاعب يسامحني، مي يعني نفس النوعيه نتاع اللاعبين. يعني ما تنجمش ترشح انت الاهلي المصري على الترجي، كيف ما تنجمش ترشح الترجي على الاهلي المصري. يعني مباراه كملكيه 50-50 باش تكون كي باش يلعبوا ضد بعضهم. بعد اللي يعمل الديفيرونس هي حنكة المدرب في اللقاءات هذوما، هي التعامل مع العوامل الخارجية، هي من غير ما نحكيو على دازة الجمهور، خاطر الجمهور الترجي التونسي في كل ديبلاسمون موجود كيف في بلاده. معنا في كتاب اللعبة في رادس ديما دازة مع الجمهور، هذاك يعطيك 100% من غير ما نحكيو عليها. وتقريبا زاد الحكاية ذي باش تكونوا متفاهمين معناها الاهلي جمهور يدز، الرجاء كيف جمهور يدز. يعني عامل الجمهور هذا نحيو على جنب. لكن لهنا فما برشا تصليحات لازم تصير. ساعات زاد الثقة زايدة متاع اللاعبين ما تكونش باهية. لازم من الاخر الشامبيونز ليج تلعب على 3-4 ماتشات، تو الترجي باش تأهل سي بون جوابي. بعد عندك 3-4 ماتشات فينال، 3 ماتشات فينال. يعني بعد كل ديتاي نجم يصنع الفارق. ومن الاخر بلاش دفاع ما تنجمش توصل لبعيد مهما يكون شنيا المستوى الهجوم نتاعك. وكي تجيب حتى مبابي معاك ما تنجمش توصل لبعيد. اي ماكيلي انت 6 بونتو في ماتش اللي بالطبيعه بالتيرانات اللي عندنا في الافريق ما حتى كان ماكي تزوز 3 هكا سلكت. هاك انت ماكيلي البونتوات هذوما الكل، وهاد الدفاع نتاعك يقبل هذوما الكل. لهنا انت دفاعيا اسكو عندك لي كاليتي ولا؟ معز بن شريفيه مثلا، معز بن شريفيه اوكي نكونوا متفاهمين من تو، ما عنديش حتى مشكل مع حتى جارديان. مي في تونس كامله ما عندناش حتى جارديان يصلح. الكلهم باش نسميهم مع احتراماتي الكلهم تحت المتوسط. مي جست كل بريود وتألق تألق متاع حارس. يمكن معز خير من الاخر شويه خاطر خبره، يمكن شويه يمكن في لقاءات كبار ما يخافش. مي كله نفس القالب، معناها ما فماش حاجه ديفيرونس كبيره. الدفاع لهنا نحكيو مثلا على توغاي ملاعب كبير، توغاي في الترجي الرياضي التونسي توا ركيزه، توغاي مدافع ينجم يعمل عليه في اي لقاء. نجيو المريح المشكله نتاع مريح انه بدا يرجع في الفورمه في اخر مباريات، لكن
ساعات الفورمة هذه اللي رجع بها ولا عنده ثقة كبيرة في روحه، واللي هذه ساعات مش به التعامل والاستهزاء مع أي مهاجم. تجيبش أوتوروجو يلعب ضدك، لازم تتعامل معاه كأنه كريستيانو رونالدو. يعني الكرة تعطيها حقها 100%، خاطر الكرة راهي غدارة وبتعاقبك في أي وقت. يعني وقت اللي باش تستهزأ أنت بالكرة وقتها باش تعاقبك. وهذا اللي صار في هدف سيف الدين الجزيري، اللي كان ينجم يتفاداه مؤخر بالتالي درا كيفاش يعمل، كان ينجم يتفاداه. كيف على اليمين بوشنيبة موجود بوشنيبة تبارك الله عليه، 19 عام، طالع هابط ما شاء الله عليه، يعني فك بلاصتو تا في الترجي. على اليسار دقدوق ديجا باش يتعاقب نورمالمون، سقط في اختبار المنشطات امام المريخ رغم اللي ما لعبش. هذه اختبار المنشطات حصلوا برشا يعني دخلوا يسبوا في الترجي وكل شيء، لكن اللي هي الحكايه مش كيه معناتها الاختبار المنشطات سقط فيها، مش معناه هو يكفي في المنشطات. يعني نجم يكون مريض ما لازمه حاجات حاصل، هو ديجا ما لعبش. يعني هذا السوجي نحي على جنب. على اليسار نتصور باش يعود معنا بن حميدة على اليسار، اللي دفاعيا اقوى من دقدوق برشا وشفناه. كيف وسط الميدان، يعني كاين الملخص انه كي نقارنوا بالجمعيات الاخرين، يعني الترجي التونسي عندها افكتيف محترم. كي نشوفها في وسط الميدان، شعلالي، محمد علي بن رمضان، حمدو هوني، مهاجمين سوا ما همش حاجه توب، بن حموده وبن عياد مي سوا يعدي. يعني عندك 5 لاعبين 6 لاعبين في الترجي اللي قادرين باش يصنعوا الفارق. يعني لهنا الترجي بالنسبة ليا راهو مرشح باش يفوز بدوري ابطال افريقيا. لكن كيما حكينا لازم كل ماتش وماتشويه، لازم كل ديتاي يتقال على حساب. لازم من تو يبدا نبيل معلول يحسن في نواقص الترجي التونسي. ونعطيو مثال الكرات الثابته، جامي ريت الترجي التونسي صنع الفارق من كرة ثابته، رغم اللي لعب مع دفاع اللي فيه كيما الزمالك دفاع هش، كيف مريخ السوداني دفاع هش. يعني وما استغلش هو في البطوله التونسيه كيف وما ترش الترجي التونسي سجل من كرات ثابت، رغم اللي يمتلك قامات كبيره، يمتلك توغا، يمتلك مرياح، يمتلك بن حموده كاللعب. يعني كوليبالي كيف يضرب براس. يعني هذوما الكل نورمالمون يستغلهم نقاط ايجابيه. ما تشوفش اليوم في الترجي من الاخر كومبينيزون تخدم تاع كره ثابته. يعني نفس الواحد الجوارات كلهم ستاتيك هكا سونتراج في نفس الواحد، سي نورمال باش يصير لك جوارات ستاتيك ما تتحركش، ما تصيرش كومبينيزون في كره ثابته. يعني لهنا من الاخر ماهيش باش تصير الاخطاء، لخاطر كل جوار باش ياخذ خوه. وشكون هم توا الفرق اللي مرشحين مع الترجي التونسي على الاقل باش ينافسوا على اللقب؟ معناها كيما حكينا الترجي بالنسبه ليا منافس جدي على اللقب. يعني ماهوش يمتلك لاعبين معنا مستوى ثاني ومستوى ثالث. يعني كما حكينا 5 لاعبين ينجموا يهزوك لبعيد، يعني الاخرين كلهم يكملوا شويه تحسينات من نبيل معلول. يعني الاغلاط اللي صارت ما لازمش تعاود، لازم قراءه جيده زاد كل مقابله العوامل عدم الاستهزاء، راهي كل تفصيله راهي تنجم تصنع الفارق. وهذا راهو نشوفوهم في الاوروب. نعطيو اكزامبل ارسنال، هذه جست حاجه ما نحبش نعاود برشا، مي نحكيو شويه على ارسنال فيت في. ارسنال جاب مدرب خاص نتاع ركلات حره، يعني جابوا سنان. ارسنال حاليا من اقوى جمعيات اللي مسجل بالكره الثابته، وهذا اللي خلاه متصدر بريمير ليغ خاصه في الشهر الاول نتاع السيزون. يعني هذوما دي ديتاي كيما حكي يورجن كلوب زاد قبل جاب واحد نتاع توش. يعني قلت لي ديتاي هذوما احنا مش نحكيو معناها باش يجيب واحد، مي لازم تشوف دي كومبينيزون يتخدموا في لونترينمون، واللي يتخدم في لونترينمون راهو اللي باش يطبق في التيران. يعني وقتها انت باش تصنع الفرق بالحاجات هذوما. شكون هم الفرق اللي مرشحين مع الترجي باش يفوزوا باش ينافسوا على دوري ابطال افريقيا؟ لهنا نحكيو على اول فريق اللي برسمي الفريق هذا بالنسبه لي هو الاول مرشح للفوز بالنسخه هذه، اللي هو ماميلودي سانداوز. ماميلودي سانداوز راهو يقدم في مستوى كبير، راهو عنده لاعبين من مستوى عالي. يعني فريق سريع جدا، الضغط اللي يعمله لك في ميدان وراهو هاك ما تخش منه جمل.
يعني باش تلعب مع فرق كيما هكايا لازمك حاضر من كل النواحي، لازمك جدي في الملعب على الآخر، لازمك تعطي 200% نتاعك، ديما الترجي مع ليكيبات هاذوما لا محالة ما يلقاش برشا صعوبات صحيح معناها باش يتأهل، لكن ميلودي هو المرشح حاليًا باش يفوز باللقب. بعدو نحكيو على أهلي مصري طبعًا يعني بطولة ما تنجمش تدخل بطولة فيها أهلي مصر وما ترشحوش، هذه من الآخر. الأهلي المصري حاليًا مرشح للقب، لكن ينجم ما يترشحش الأهلي، خاطر عندهم مباراة في ميلودي اللي صعيبة في جنوب أفريقيا، ينجم ما يتأهلش، يعني خاطر الهلال السوداني حاليًا هو في المركز يعني الهلال السوداني هو اللي تقريبًا فاز ولا حاجة كيما هكايا في المركز الأولاني، نسيت الكلاسمون بالضبط، لكن الأهلي المصري راهو ينجم ما يتأهلش، المجموعة نتاعو مجموعة حديدية. شكون اللي بعده نحكيو على رجاء اللي قدم في الفورمة ينجم يكون منافس جدي مع المنظر الكبير، ولو اني ما نثقش برشا في منظر الكبير، لكن ينجم يكون هو المرشح زاد لينال اللقب هذا. تقريبا هذوما الجمعيات ومعهم الترجي التونسي، يعني 4 جمعيات تو حاليا اللي تشوفهم واحد فيهم باش ياخذ النسخة هذه وما يشبتوهم. يعني كي نرجعوا نشوفوهم هذوما الكل الترجي التونسي قادر باش يفوز عليهم وفاز عليهم قبل، يعني فمش علاش نسمعوا لغة جماهير لا سي بون معناها على اول ديفيت سي بون تخرج الجماهير الكل تحكي انه الترجي ما عادش ماهوش منافس جدي على اللقب. يعني اوكي صار ديفيت، بالعكس هو كف باهي وقت مزيان برشا اللي خسر فيه الترجي، خسر 3 نقاط ما خسرش تأهل. مازال عنده مباراة باش يكونفيرمي مع المريخ السوداني، بعده عنده زاد باش يستقبل بلوزداد باش تمشي الزمالك باش تمشي لبلوزداد في قمة في الجزائر اللي باش تقريبا اللي باش يربح فيهم باش يتأهل. كهو كي ان شاء الله عملنا ريكاب على اللي صار الكل، اعطينا حسب رايي شكون مؤهل باش يفوز دوري ابطال افريقيا، مشاكل الترجي والحلول اللي لازمها تصير في القريب العاجل، ديتاي اكثر على حلول لفريق الترجي التونسي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوناش لايك تو عملها بدامك شفت الفيديو، سبسكرايب تو عملها بدامك شفت الفيديو، واستناونا في حلقة جديدة من برنامج نحكي كورة.